ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. فيديو النهارده جايه اطرح سؤال عليكم. ايه رأيكم لو دخلنا اطفالنا في المشاكل اللي بتحصل ما بيننا وما بين ازواجنا؟ يعني لو الاب والام في خلاف ما بينهم، ايه رأيكم الطفل يحضر المشاكل دي ولا نبعده خالص عن المشاكل دي وما ينفعش ان هو يعرف عنها حاجة خالص، ونتخانق او نشد مع بعض او نختلف مع بعض في أوضة تانية، ونبدأ بعد كده لما نتصافى ونتصالح والدنيا تبقى زي الفل نرجع تاني قدام الاولاد ونبقى الدنيا بسيطة ويبقى عارف ان الدنيا ما فيهاش اي مشاكل خالص؟ طبعا كلكم هتقولوا الصح ان احنا نبعد اطفالنا عن المشاكل دي، الصح ان طفلنا يبقى بعيد تماما عن المشاكل اللي بتحصل بين الاب والام، ودايما شايف بابا وماما ان هما الدنيا تمام والدنيا كويسة جدا ما بينهم. انا جاية النهاردة اعكس الكلام ده تماما، جاية اقول من وجهة نظري انا ان مش ده الصح. جاية اقول ان انا من وجهة نظري شايفة ان الطفل لازم يتعايش مع المشاكل دي. طبعا مش كل المشاكل ينفع ان انا احط ابني او بنتي يشوفوا او يتفرجوا على ده، ولكن لازم يبقوا عارفين ان في خلافات بتحصل بين ماما وبابا. مش الدنيا وردي على طول، مش الدنيا على طول متصالحة مع نفسها وبابا وماما ما بيتخانقوش تماما والدنيا زي الفل وهو الدنيا بايظة من الناحية التانية. ابني او بنتي لازم يبقوا شايفين ان انا بشد ورخي مع بابا، بنتخانق ونرجع نتصالح ووجهات النظر بتختلف لأسباب كتير جدا. أول سبب إن طفلك لازم يبقى عارف إن ده رتم الحياة، إن إحنا بنتصالح وإن إحنا بنتخاصم وإن إحنا في شد وجذب، في يوم بيبقى حلو، في يوم تاني بيبقى وحش والدنيا بتعدي. ما ينفعش أنا دايما ببقى مورية ابني أو بنتي إن الدنيا كلها زي الفل، يجي في اول مطب او اول خناقه بينه وبين صاحبه اساسا يتصدم بالواقع ويقول ايه ده، انا ما شفتش ده في بيت ماما وبابا، انا شفت الحياه المثاليه في بيت ماما وبابا، وده مش صح. مش هخلي ابني قادر ان هو يواجه المشاكل دي، هيبقى عنده شوك كده، صدمه من الواقع، مش قادر يتعامل مع ده، مش قادر يحل مشاكله، مش قادر يعرف ان ده الطبيعي اساسا في الدنيا. لا، بسيطة جدا ان احنا نوري ولادنا الاختلاف البسيط اللي بيحصل في يومنا العادي، ولكن مش لدرجة ان اوريله المشاكل العنيفة اللي بتحصل او الزعيق لا، والمشاجرات اللي بتحصل. لا ما اقصدش ده تماما، يعني انا بعيدا عن ده، ان لما تحس ان صوت عالي او الدنيا ابتدت تبوظ في المشاكل دي بعيد، لكن لازم يعرف ان احنا بنتخانق ونتصالح والدنيا على ده وده، عشان بعد كده زي ما بقول لكم اول ما يواجه اي ابسط حاجه ان هو ما يواجه ده في حياته يعرف يتعامل مع ده، يعرف ان ده الطبيعي اساسا، مفيش مشكله. في احنا كبار، في معانا ناس كبيره زينا تحس ان هم كيوت كده وبسكوتات، مش ايه ده، انا ما شفتش ده في بيت ماما وبابا، انا عمري ما بابا وماما كانوا بيتخانقوا قدامي. لما يحصل المشكله بينها وبين جوزها تحس ان هي لا انا مش قد ده، انا بابا عمره ما زعل ماما، انا ماما عمرها ما زعلت بابا، وهكذا. عمر ما في اتنين متجوزين ما بيتخانقوش مع بعض، عمر ما في حياه اتنين ماشيه على الحلو، بس في ده وفي ده. لكن للاسف امهات وابهات بيبقوا شايفين من مصلحه الطفل ان هو يبعد عن ده، يبعد عن الجنب الوحش ودايما شايف الجنب الحلو. فطبيعي ان هي لما تلاقي مشاكل بينها وبين جوزها، او الراجل شايف ان هو بيتخانق مع مراته كتير، مش متعود على ده في بيت بابا وماما، لازم اشارك اولادي في ده. تلاقي الطفل ساعتها كمان بيبدا يلا يا بابا روح صالح ماما، يلا يا ماما صالحي بابا، هتلاقيه بيتاخد دور مهم جدا في الموضوع. هو اي نعم ممكن ما يصالحكوش، بس بيبقى عايز يحل الموضوع، يتدخل في الموضوع عشان يبقى الدنيا لطيفه وماما وبابا متصالحين والدنيا زي الفل. ده من وجهه نظري، وده اللي انا شايفاه افضل للطفل من ان هو يبقى شايف الدنيا حلوه جدا ويجي بعد كده يتصدم بالواقع. يا رب الفكره تكون وصلت لكم، ويا رب تكونوا استفدتوا ولو جزء صغير جدا من الفيديو. ولو لسه لحد دلوقتي بقى ما اشتركتوش في القناه بتاعتنا، اتفضلوا دلوقتي اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس ولايك لو عجبكم الفيديو، ويا ريت تسيبوا لي كومنت برايكم في الموضوع المهم قوي ده. سلام عليكم.